مشكلتي كل ما اريد اروح اقرا افتح الكتاب مالي خلق، ليش ما ادري. هاي مو بس مشكلتك ترى، هاي مشكلة العراق كله. حقك شو تسوي يا عيني، يا عيني حقك. اذا المواد الموجودة بالكتب زبالة والمدارس تعبانة شو تسوي؟ حقك ماكو حافز. اذا اللي يتخرج دا يقعد ببيتهم، ما قاعد تتخيل يعني يتخرج يقعد ببيتهم، قاعد تتخيل شلون تريد يصير لك واهس؟ شوف خل اقنعك بطريقتي على مود تقرا. خلينا نشوف يا الاحسن طريقتي وطريقة اهلك. عمي اهله طبقوا على صفحة، طبقوا على صفحة بدماغكم هذا مال الستينات، بس طبقوا على صفحة. جيلي هذا خلونا نتحكم فيه بليز مان. لا تربوا اولادكم كما ربيتم لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ادري دمرت المقولة، بس هي هاي فكرتها. باوع ركز، انت لازم تقرا تعرف ليش؟ لان اذا ما قريت ابوك يشبعك كتب. لا والله جديات الشغله. انت لازم تقرا تعرف ليش؟ لان اذا ما قريت راح ترسل. انت لازم تقرا تعرف ليش؟ لان للاسف احنا عايشين بمجتمع يقيم الانسان على شهادته. انت لازم تدرس وتنجح، مو على مود تتوظف، لا ماكو وظائف، على مود من تتقدم الوحده اهل البنيه يسالوك انت شو مخلص، فامك راح تجاوب بكل فخر تقول لهم ابني خريج هندسه. مال ثقافه تاخذها من المدرسه هاي كذب، لان موادنا ما تثقف وطريقه تدريسنا كلها حفظ مو فهم. وسابقا حكيت لكم قلت لكم انه الطالب اول ما ينجح من مرحله ينسى كل شيء درسه بالمرحله اللي فاتت، فبهاي الحاله ما استفاد شيء. وكم طالب هسه دا يدرس سادس اعدادي يتذكر دروس الاول متوسط؟ ما تتذكر؟ ما تتذكر. زين ليش انت درست الاول متوسط اذا ما تتذكر منه شيء؟ سحبته فشتبه، ماكو جواب، مضيعه للوقت. لازم تمر بهاي المرحله بهاي الدوامه بدون فائده حتى بس تعبرها. يعني مجرد مرحله دخلت بيها وعبرتها، ومن عبرتها ذبيت كل شيء بالزباله. شرفكم هي هاي طريقه؟ وين الربط؟ يا والله قهر ماكو ما يجاوبني. فانت لازم تدرس وتنجح حتى تصير محترم بين العربان باختصار. وبالمستقبل ممكن يتغير كل شيء. انا احكي هسه على الاوضاع الحاليه، يجوز بالمستقبل تنفتح تعيينات، فشهادتك راح تفيدك خصوصا البنات. خلاص حش تدرسين وتنجحين، يعني انت محبوس 24 ساعه بالبيت، مو زين انت تشوفين الشارع بسبب المدرسه. هسه نجي نحل مشكله الواهس. شلون تخلي عندك واهس بالدراسه؟ على فكره هاي مال ماكو واهس بالدراسه ترى بس عندنا بالعراق، بغير دول كل الطلاب يحبون الدراسه، بس احنا هنا عندنا هواي عوامل خلت الطالب يكره الدراسه وخلت عنده حالات نفسيه يعني هواي ما تنعد. الوضع الامني بالبلد، شكل الشوارع من تطلع الصبح، طريقه التدريس، المواد الموجوده بالكتب، شكل المدرسه والرحلات، شكل الحارس الماله داعي الموقفيه بالباب. هواي شغلات تدمر النفسيه عند الطالب. فخلي احلك هاي المشكله. انا طبعا نهائيا مو ضد الدراسه، اني ضد التدريس الموجود عندنا. خاف ابوك هسه يشوفني يقول هذا يريد يخربك. اهدى عمو، اهدى. شوف علماء النفس يقولون حتى تحب الدراسه وما تحس بالملل من تريد تقرا، اول ما تفتح الكتاب ابدي اقرا اسهل شيء موجود بيه. يعني لا تبدي بالصعب، لا ابدي بالسهل. هالشي راح يحفز عندك الدماغ وراح ينطيك حافز يخليك تاكل الكتاب اكل. بالنسبة للمواد الصعبة تقدر تشوف شروحات على اليوتيوب مكومة، أو تقدر تتعاون أنت وأصدقائك تقرون سوا. ثاني شغلة، المكان اللي تقرأ بيه لا تخلي الإضاءة بيه قليلة. يعني أكثريتكم تقرون بغرفة مخنوقة، لو تقروا لي بالقاع والضوء هيك تحسه خافت مو قوي. لك باوع سوي أجواء مال قراية، أجيب ميز وكرسي وأقعد بمكان بيه ضوء. أنصحك تقعد بالحديقة إذا عندكم حديقة بالبيت أو عندكم طرمة. من راح تقعد برا راح تتنفس هوا، لأن أنت ما قاعد تعذب روحك، أنت قاعد تستفاد وتستمتع من تقرأ. هذا الشيء اللي لازم تخليه ببالك. أنت من تدرس ما رايح تتعاقب، لا أنت دا تدرس حتى تفيد نفسك، متعة. وإذا أنت كنت بنية وما عندكم مكان بالبيت تقعدين بيه، أنصحك تقرين بالسطح. ليش بابا أصنع لي أجواء، فكري حتى موسيقى أشغل من نقرة، وتجيب أكل وحلويات، أبو على وجه ما يشبع منه ولا تظل تقرأ 24 ساعة. خصص لك وقت تستمتع بيه، يعني مثلا ساعتين أقرأ وساعتين أرتاح، ولا تسهر على مود تقرأ، لأن السهر بالدراسة مو زين. الطالب من يريد يدرس لازم يكون نايم ومرتاح، وهذا الحكي كله عن تجربة وبحث. واتمنى الأهل يحببون أولادهم على الدراسة بدل ما يضربوهم أو يصيحون عليهم، ويا ريت توفروا لهم مكان يدرسون بيه، يعني مكان صالح للدراسة، تسووا لهم اجواء مال دراسه. لك ابني حتى سبوره اجيب له، مو مخلين بناتكم قاعدات بالصاله يقرون صوت التلفزيون ايش علوه، وقاعدين حاطين الصينيه مال غدا بالهول واصوات الخواشيق والمواعين ترقع وتشك تشك. ارتقوا شويه، طبقوا اللي قلت لكم عليه وشوفوا شلون راح تحبون الدراسه.